الظاهرة البارزة في هذه الانتخابات بالإضافة إلى وجود شراء أصوات هو كثرة المرشحين اللي قاموا بأداء خدمات للناس، وغالب هؤلاء المرشحين هم من أعضاء المجلس السابق قاموا بأداء الخدمات حتى يعاد انتخابهم مرة ثانية لأن شعبيتهم متدنية جدا. لذلك في وايد من الناس نسألهم بتصوت حق منو؟ يقول حق فلان. ليش؟ والله خدمني فأبي أرد للجميل. وهنا يكون السؤال: هل يجوز التصويت لنائب لمجرد أنه أدى لي خدمة فتكون الخدمة مقابل التصويت؟ جمهور الفقهاء يعتبرون المنفعة من أقسام المال، فالمال يكون نقدا ويكون منفعة، وبذلك فتصويتك للمرشح لأنه قام بخدمتك هو نوع من أنواع الرشوة. وهذا كلام الدكتور خالد المذكور رئيس هيئة الإفتاء في الكويت قبل يومين تقريبا. يعتبر رشوة لأن وظيفة النائب ليست خدمة الناس، وهذا كثير من الناس يجهلونه، يقولك النائب وظيفته خدمة الناس. غير صحيح هالشيء. هناك في الدولة أجهزة ووزارات ومؤسسات هدفها خدمة الناس، هذه ليست وظيفة النواب ولا وظيفة الأفراد. أما أعضاء مجلس الأمة فتنحصر وظيفتهم في أمرين: تشريع القوانين والرقابة على أداء الحكومة، وليس تقديم الخدمات وتخليص المعاملات. وغالبا النواب اللي ينشطون في أداء المعاملات وتفتح لهم الأبواب هم من المقصرين في أداء هذين الواجبين، بل إن الحكومة ما تفتح لهم أبواب المعاملات بهذه الطريقة إلا عشان النواب يغضون الطرف عن أداء واجبهم في الرقابة على الحكومة. يجب أن نفهم ماذا يعني التصويت: وضع الصح أمام اسم مرشح معين. التصويت يعني أشهد بأن فلان هو كفء للقيام بواجبه في الرقابة على أداء الحكومة وتشريع القوانين. فلما تصوت له عشان معاملة أنت في الحقيقة تشهد شهادة زور، وبهذه الحالة تكون جمعت بين رذيلتين: رذيلة الرشوة وشهادة الزور، وهذه الواحدة فيهم مصيبة. فكيف الثنتين؟ بعض الناس يقولون معاملاتنا تعطلت ومصالحنا تعطلت وما يمكن أن نخلصها إلا بهذه الطريقة عن طريق أعضاء مجلس الأمة، فشو نسوي؟ اللي تسويه هو أن إذا أنت فعلا مستحق لهذه المعاملة ومصلحتك مستحقة، روح حق النائب خلي يخلصها لك، بس لا تصوت له في الانتخابات. قدم لك خدمة، خلص لك معاملة، أسدى إليك معروف، قل له جزاك الله خير واشكره، لكن مو تكافئه بأنك توليه على رقاب المسلمين في منصب الرقابة والتشريع. لازم نفرق بين أنك تروح حق نائب يخلص لك المعاملة وأنت تستحقها، وبين أنك تصوت له مقابل هذه المعاملة، فهذه هي الرشوة وشهادة الزور. وإذا أنت كنت تستحق هذه المعاملة وهذه الخدمة فيجب أن تعلم بأن هذا حقك أخذته، ما في منا من أحد عليك، لا يكسر عينك النائب بهذه المعاملة. اللي حصل في الكويت وللأسف الشديد أنه خلال العقود الماضية تم إفساد النظام الإداري بتعمد حتى تتعطل مصالح الناس، حتى يكون مصير الناس معلق بيد أمثال هؤلاء نواب الخدمات، وهؤلاء مصيرهم معلق بيد الحكومة اللي فتحت لهم الأبواب. لذلك الناس لما تسقط نواب الخدمات في الانتخابات رغم أنهم خدموهم فإنهم يوصلون رسالة احتجاج للحكومة إن احنا لا يمكن يكون مصيرنا معلق بأمثال هؤلاء، وأن حقوق الناس ومصالحهم يجب أن تؤخذ مباشرة عن طريق المؤسسات وليس عن طريق هؤلاء الوسطاء أو أعضاء الخدمات أو ما يعرف بالمناديب. الخلاصة: ما يصير تصوت لمرشح لأن أدالك خدمة، وهذا يعتبر شهادة زور ويعتبر رشوة أيضا. تصويتك للنائب من أجل خدمة لا يعتبر رد جميل، لأن أنت قاعد توليه على منصب هو لا يستحقه، وهذا لا يدخل فيه رد الجميل. فأنت الآن مثل القاضي اللي يحكم لمتهم لصالح متهم لمجرد أنه قام بخدمته، هذه رشوة صريحة. فلا تشعر بتأنيب الضمير إذا ما صوت حق نائب رغم أنه أدالك خدمة، بل العكس، يجب أن تشعر بتأنيب الضمير إذا صوت له.